طيب، فالشباب يستخدمونها لزيادة نشاطهم، بيكملون السهرات، سواء عاد سهراتهم العادية ولا يركزون في الدراسة. المشكلة في مشروبات الطاقة إن لها أضرار صحية. يعني أهم شيء أنها ترفع الضغط وترفع نبضات القلب، وفيه تغيرات تعملها في تخطيط القلب. حتى في الموقع الرسمي لوزارة الصحة عندنا ذكرت أنه من الأضرار الجانبية لمشروبات الطاقة السكتات القلبية، يعني الوفاة المفاجئة. وحقيقة في دراسات في العالم أثبتت أن مشروبات الطاقة لها علاقة بالوفيات المفاجئة في الشباب. أضف على ذلك أنها أصلا تزود السمنة، تسبب تآكل الأسنان، تزود ارتفاع الكوليسترول، تسبب الصداع التوتري، تزيد ارتجاع المريء. يعني هناك أضرار كثيرة جدا لها. نعم. لكن المشكلة التسويق عالي جدا لها. صح. يعني أنت كل بقالة تدخلها تلقى فيها ثلاجة خاصة لمشروبات الطاقة. طيب لو ما كان أحد يشربها ما كانوا يبيعونها، فمعناه أنه في إقبال كثير عليها. وأنا رأيت بنفسي شباب كثير ينام بعد العصر بعد ما يرجع من الجامعة، ويقوم ياخذ مشروبات طاقة اثنين، يقول يلا يلا أفتح عشان أكمل باقي ليلتي. وهذا غلط، لأنك أنت تهلك صحتك. ولذلك البرامج التوعوية هذه مهمة جدا في تسليط الضوء على أضرار مشروبات الطاقة والابتعاد عنها قدر الإمكان. هنا